اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الخطوه الزياده اللي كلنا محتاجين نعملها في الصيف. الصيف بيتميز بسطوع الشمس والاشعه بتوصل لنا غير محجوبه لان السحاب بيبقى اقل. اشعه الشمس اللي بتوصل لنا بتعمل التهاب بسيط قوي في الجلد محدش بياخد باله منه، انما لما يزيد التعرض للشمس بنوصل لمرحله لسعه الشمس. دي حاجه احنا مش عايزينها لان التاثير السلبي بتاعها موجود دلوقتي وبيستمر لمدى طويل في الجلد. عشان كده لازم نعرف كل حاجه محتاجه ايه خطوه زياده. اول حاجه البشره الدهنيه. البشره الدهنيه محتاجه غسيل اكتر لان التعرض للشمس مع الدهون الكتير اللي بتفرز اكتر بتؤدي للاحتياج لتنظيف بشكل فعال واكثر عمقا. انما في نفس الوقت ما ينفعش نستخدم السكراب كتير لان احنا قلنا ان البشره الدهنيه ممكن تلتهب من الشمس، والسكراب برضو بيعمل سورت اوف التهاب بسيط في الجلد، ما يفضلش ان احنا نستخدمه بشكل كبير. طب البشره الجافه، البشره الجافه محتاجه ترطيب اكتر، ترطيب اعمق، والواقي الشمس اللي بتستخدمه لازم تستخدمه بكثافه ويكون كريمي، ما يبقاش حاجه خفيفه عشان تقدر تساعد في حمايه البشره الجافه. البشره الحساسه نبعد عن كل انواع الالتهاب، لازم نستخدم واقي شمس فعال وامن، وكذلك استخدام المرطبات يبقى بكثافه ويكون بعيد عن المرطبات اللي بتحتوي على عوامل قد تسبب تهيج الجلد او يكون بها روائح. ناس كتير بتتكلم عن البشره اللي فيها تصبغ، الناس اللي عندهم كلف، الناس اللي عندهم نمش. ينفع نتعرض للشمس عادي؟ ما دام ابتدت التصبغات تظهر يبقى لازم نحمي نفسنا كويس قوي 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 من الشمس. وزي ما قلنا مش واقي الشمس بس، محتاجين حمايه كامله. نفس الكلام ده بينطبق على كل الاجراءات التجميليه، الاجراءات اللي فيها حقن ممكن ان احنا ناخد بالنا ونضع واقي شمس بشكل كويس، انما الاجراءات اللي بيبقى فيها ليزر بعض الاحيان ممكن نمنعها خالص. البشره اللي خدت تان اللي اكتسبت سمره الشمس لازم بعديها بمده 4 أسابيع ما يتمش عمل اي اجراء ليزر، لا ليزر ازاله شعر ولا ليزر صنفره ونضاره بشره، كل ده ما ينفعش خالص. بعض الناس بتعاني من بعض المشاكل الصحيه الجلديه او اللي بجسمها عامه. لازم نبقى عارفين هل الحاجات دي بتتاثر بالشمس ولا لا؟ هل التعرض للشمس ممكن يزيد من اثار هذا المرض ولا لا؟ ابسط حاجه الناس ما بتاخدش بالها منها خالص ان حب الشباب از فوتو سنسيتيف، يعني حساس للشمس. ناس كتير عندها امراض زي الذئبه الحمراء بعد اضطرابات الهرمونات، التعرض للشمس بيفرق معاهم. لازم اعرف احمي نفسي كويس ازاي. كتير مننا بيعانوا من بعض الامراض دي قد تكون جلديه قد تكون عضويه في الجسم. لازم نعرف اذا كانت الحاجات دي بتتاثر بالتعرض للشمس ولا لا. على سبيل المثال حب الشباب من الامراض اللي حساسه جدا للضوء وللشمس، عشان كده لازم نحميها بشكل مناسب، نستخدم الحاجات المناسبه ليها، نقعد في الظل قدر المستطاع، ناخد بالنا ان التاثير السلبي للشمس مش زي ما هو معتقد من الاشعه فوق البنفسجيه بس، لا الضوء المرئي كمان ليه جزء وعامل كبير في الموضوع، وكذلك الاشعه تحت الحمراء. لازم نعرف ازاي نحمي نفسنا من الكلام ده. لازم ناخد مضادات اكسده بشكل فعال، ايذر في شكل كريمات او من خلال السلطه الخضراء، الخضروات الطازجه والفواكه، كل دي حاجات تفرق معانا.